السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير؟ صحتكم لاباس؟ اموركم مزيان؟ كلشي هو هذاك. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي الرحمن الرحيم. اليوم جيت نهضر معكم في هذا الفيديو هذا على واحد الاخت سولاتني على قبل واحد الفيديو كنت حطيته لكم قصير ديال انكم ما تكثروش من الوصفات الطبيعيه باش على تكبير البويضه. فانا يعني كنت درت فيديو صغير هذيك المره باش جاوبت غير على واحد الاخت كانت دخلت عندي وهضرت انا وياها. هاد المساله انا يعني عن تجربه ماشي غير كلام وصافي، وانتم تقدروا تحققوا من هذا الكلام اللي كنقول لكم. المهم مرحبا بيا عندكم ومرحبا بكم عندي. ما كنتش ناويه ندير فيديو، غير ملي هضرت مع هاد الاخت هذا الصراحه قلت علاش لا ما نديرش فيديو ونجاوب باش الاخوات كل ما يعرفوا السبب، ما بقاش نجاوب كل وحده بوحده. المهم دابا انتي باغا تكبري واحد البويضه باش ديك البويضه تحملي بها، كاينين بزاف ديال الوصفات الطبيعيين تقدري تاخديهم باش تكبري البويضه، وكل وحده كتسوليها كتلقايها جربات وصفه وحده من دوك الوصفات باش تكبر البويضه ديالتها. ماشي خدات 10 ديال الوصفات ولا 20 وصفه في دقه واحده، حيت البويضه عندها واحد الحجم واحد مناسب تقريبا ما بين 17 ملم حتى ل 21 22 ملم. هذه تيقول لك الطبيب او الطبيبه تيقول لك راه حجم مناسب مزيان. انت ملي كتاخدي بزاف ديال الوصفات الطبيعيين هذا بلا ما نهضروا على انك واخده ادويه لتنشيط المبيض باش يخرج لك بويضات، واخده ادويه لتكبير البويض، هادشي بلا ما نهضروا عليه. حنا كنهضروا دابا على الوصفات الطبيعيين. لنفترض انك خديتي 3 او 4 الوصفات بدقه واحده، ياك هاد البويضه غادي تكبر ان شاء الله. مني غادي تكبر ما غاديش تكبر الحجم الطبيعي، خصوصا لما كنتيش عندك شي مشكل كبير وكان الدواء دغيا كيجيب نتيجه في ان البويضه ديالك كتكبر ليك وكتوصل للحجم المناسب. واحد البويضه هي عندها واحد المده باش كتبدا تكبر، يعني عندك من اول نهار ديال الدوره الشهريه حتى النهار 12 من الدوره الشهريه، كل نهار الا ما خديتي حتى شي دواء بطريقه طبيعيه كتبدا تكبر لك بواحد مليمتر، هذه طبيعيا. اما الا زدتي خديتي وصفات طبيعيه راه كتكبر ليك كتنضج. وما تنسيش بلي البويضه راه ما خصهاش غير تكبر وصافي وتوصل للحجم المناسب، لا راه خاصها تكون في جوده مزيانه. باش غتكون جوده مزيانه خاصك تعرفي شنو كتاكلي في ديك الفتره، شنو كتاكلي، شنو كتشربيش، من دوايات كتاخديش، من فيتامينات كتاخديش، من مكملات غذائيه كتاخدي. يعني ماشي غير نكبر البويضه وصافي. فدابا ملي كتاخدي انت 4 ديال الوصفات اولا 5 ديال الوصفات بدقه واحده، يعني ديك البويضه غادي تفوت داك الحجم اللي حنا باغينا توصل ليه، اللي ما بين 17 و 22 او 23 ملم. فملي كتكبر وكتفوت داك الحجم ما كتبقاش بويضه. الا فاتو ووصلات 26 27 30 كتولي كيس كتولي بحال كيس مائي. هي راه كتسمعوا ملي كتمشي عند شي طبيب ولا عند شي طبيبه تيقول لك لا انت ما عندكش تكيس المبيض، انت عندك اكياس على المبيض. حيت هذاك التكيس ملي خديتي وصفات وخديتي بزاف د الحوايج داك الكيس بقى كيكبر ديال اللي كان بويضه صغيره كيولي كيس، كيولي مجموع فيه الماء، كيولي كيس. ملي كيولي كيس الا ولات عندك، الا كنتي بحال كيما حيت انا فايته واقع عليا كانوا عندي بويضات بزاف، حيت عندي تكيس المبيض الشديد وخديت وصفات بزاف. قالوا لي خذي وبقيت على الوصفات بقيت شدني واحد الحريق الله ينجيكم منه، العذاب الاليم في جنابي. بديت كنقول هاد واقيلا غير الكلاوي ديالي ضرني. العذاب شفت تهيت مشيت عند الطبيب. منين دار لي التلفازه لقى لي داكشي من فوق، قال لي شنو خديتي؟ قلت له شنو خديت بقى عليا بالهضره، بقى عليا صبني صابون. وانا حيت عرفت راسي شنو درت سقلت سكت. ما دويتش. قال لي دابا انت قال لي هاد البويضه هادي واش بغيتي تخرجيها قال لي من داك المبيض ولا شنو بغيتي ديري، ما تفرقعيه ولا شنو بغيتي ديري، اش هادشي خديتي بزاف هادشي اللي خديتي وهادي دوك البويضات. هي التكيس شنو هو التكيس؟ هو
البويضات كيخرجوا صغيورين بزاف، 7 10 20 30 على حسب الشده اللي عندك. فمني كيكبروا كيوليو اكياس، تخيلي انت ديك 10 اللي عندك ديال التكيس كبروا بزاف ولاو اكياس، والمبيض صغيور اصلا وفوق منه دوك الاكياس كبار، واخا كيبانوا لك مليمترات ولكن تخيلي شحال من وحده كاينه فوق منه. فالوجع اللي كتبداي تحسي به راه العذاب الاليم. فولينا عطاني ادويه باش تجيني الدوره الشهريه وباش زعما نخوي داكشي. بديت كنشرب داكشي ديال السكينجبير وداك المسائل زعما باش يتنفس ليا المبيض يطرطقوا، وليت باغا ما ينزلوا. دازت عليه واحد المرحله خايبه بزاف. من تما تعلمت انه ما نفوتش 3 ديال الوصفات هادو اللي ما كنتش واخده الدواء. الا ما كنتش واخده الدواء، اما الا كنت واخده الدواء كندير وصفه واحده. الا كنت واخده الدواء كندير وصفه واحده وكنزيد عليها الاكل الطبيعي اللي كيساعد البويضه باش تكبر، بحال الوصفه اللي قلت لكم ديال الاناناس. هذيك انا مجرباها 100% كتكبر البويضات، وعطيتها لبزاف ديال الاخوات وجربوها وكبرات لهم البويضه وجاب لهم الله التيسير. هذيك 100% ديك عينك مغمضين. الاناناس كيكبر البويضه، ولكن في هذيك الوقيته اللي قلت لكم من النهار الاول ديال الدوره الشهريه حتى النهار 12 من الدوره الشهريه، من بعد ما تبقايش تاخديه، حيت الا خديتي الوقيته ديال الاباضه وداكشي او الوقيته ديال الحمل في الاول كيقدر يدير اجهاض من الاثار الجانبيه ديالو، كيقدر يدير اجهاض. سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى خلقه هكا. فبالتالي بغيتي اختي تاخدي وصفات طبيعيين، عزلي شي 2 وصفات ولا 3 الوصفات. الا ما كنتيش واخده الادويه وشربيهم، نظمي المسائل ديالك. بغيتي ما بغيتيش ديري الادويه وبغيتي ديري غير الوصفات، كتبي الوصفات اللي غديري هذا الشهر وشوفي النتيجه اللي غيعطيوك. ما عطوكش النتيجه اللي بغيتي، الشهر الاخر جربي وصفات اخرين وانتي هكا. ولكن واخا تجربي الوصفات ديري مراقبه التبويض باش تشوفي ديك البويضه ديالك النهار الاول شحال كان الحجم ديالها. يعني انتي بغيتيش تمشي النهار الاول، سيري النهار السابع ديري مراقبه التبويض، شوفي ديك البويضه ديالك شحال وصل الحجم ديالها، واش وصلت الحجم المناسب ولا لا، باش تعرفي راسك شحال تزيدي تاكلي من النهار باش توصل للحجم اللي انتي باغاه ولا الحجم اللي انتي محتاجاه، باش تعرفي راسك امتى غادي توقفي من الوصفات. حيت الا مشيتي بقيتي غير كتكثري بحال هكاك بلاصه ما غتنفعي راسك وتكبري البويضه وتحملي ان شاء الله باذن الله، غتولي مكبره بويضه ورجعها كيس، عطيك الحريق في الجسم ديالك، تولي في واحد الدوامه واحده اخرى انت في غنى عنها وما عندك ما ديري بها. هادشي علاش قلت لكم انا ملي تبغيو تاخذوا خذوا، ما تكثروش على راسكم وصفات. هذاك الفيديو ما عرفتش كيفاش تصور صغيور، ما فيش معلومات بزاف. ما تكثروش على راسكم وصفات باش ما تاثرش عليكم من بعد. انا كننصح البنات كنقول لهم قبل ما تمشي تنغامسي في واحد المجال ديال الادويه، جربي بعدا وصفات طبيعيين كاينين بزاف اللي يقدروا يساعدوك يعاونوك باش تولدي ان شاء الله وتحملي ان شاء الله ويجيب الله التيسير يا ربي الرحمن الرحيم. نتمنى هذا الفيديو نكون شرحت فيه هذاك الفيديو وخديتوا فيه كاع المعلومات اللي خاصكم، وان شاء الله تستافدوا منه يا ربي الرحمن الرحيم. تهلاو في راسكم ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.